إنك تلاقي شغل مناسب ليك أو إنك تبدأ مشروعك الخاص في كندا ده يعتبر من أكبر التحديات اللي ممكن تواجهك كمهاجر جديد. تعالوا النهاردة نسلط الضوء على واحدة من أهم الطرق اللي ممكن تخليك تفهم السوق الكندي بشكل كويس جدا، سواء إذا كنت عايز تسلك المسار الوظيفي أو عايز تبدأ مشروعك الخاص هنا في كندا. الحاجة دي هي المنظمات الغير ربحية والمدعومة من الحكومة الكندية بالكامل. تعالوا نتكلم عن الموضوع ده ونوضح نقط قوة المنظمات دي وإزاي تستفيد أقصى استفادة من البرامج اللي بيقدموها. وخليني كمان أشارك معاكم تجربتي الكاملة مع واحدة من المنظمات دي لما كنت هاخد معاهم واحدة من أهم الورك شوبس، وطبعا الورك شوب دي كانت متقدمة مجانا بالكامل. وطبعا هشارك معاكم كل الريسورسز والتفاصيل اللي خدتها عشان تبقوا عارفين الموضوع بشكل كامل وتتابعوا معاهم وتعرفوا أخبارهم أول بأول. قبل ما نبدأ، لو أنت لسه أول مرة بتشوفني، أنا اسمي محمد عاطف، مصري عايش في كندا، وفي القناة هنا بنتكلم عن كل ما يتعلق بالحياة في كندا. فلو دي مواضيع تهمك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة. بس يلا نبدأ على طول. خلونا ناخد فكرة سريعة كده عن المنظمات دي بتعمل ايه. زي ما قلنا دي منظمات غير ربحية مدعومة من الحكومة الكندية، بتقدم خدمات وكورسات للقادمين الجدد. الهدف منها هو انك تستقر بأسرع وقت وبشكل صحيح في البلد، وتعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. وطبعا ده عن طريق ايفنتات كتير بيعملوها للناس اللي جاية جديد. بيفهموك بقى الأوراق والخدمات اللي انت محتاج تقدم عليها في الأول، بيفهموك شوية عن المميزات اللي انت ممكن تاخدها للأطفال، ويعرفوك كمان شوية عن الضرايب وحسابات التقاعد وهكذا من الخدمات والحاجات الأساسية اللي انت محتاج تعرف عنها أول ما بتوصل لكندا. وحتى لو انت واجهت صعوبة في ان انت تملى ابلكيشن معين أو أي حاجة، هم بيساعدوك ان انت تملى الابلكيشنز دي بشكل صحيح، زي مثلا التشايلد بينيفيتس أو بعد كده الجنسية وغيره من الابلكيشنز اللي ممكن تكون معقدة بالنسبة لك. ده طبعا غير كورسات اللغة، وممكن كمان في كورسات ليها علاقة بالكمبيوتر كتير. وفوق كل ده بقى الورك شوبس المتخصصة زي اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة، واللي بيدفع فيها فلوس كتير قوي لو خدتها في مكان برايفت. فخليني احكي لكم القصة بتاعتي الكاملة مع واحدة من اهم الورك شوبس اللي انا كنت هحضرها مع واحدة من المنظمات دي. جالي ايميل بيقول لي ان في ورك شوب معمولة للنيو كامرز، سواء لو انت عايز تلاقي وظيفة كويسة او لو انت عايز تبتدي مشروعك الخاص. بالمناسبة الميل ده جالي من السوشيال وركر اللي شغالة في مدرسة ابني. المهم طبعا انا اول ما شفت كلمة انك تبدأ مشروعك الخاص الدم جري في عروقي، وقلت لازم اعرف تفاصيل كاملة عن الموضوع. فبعت لهم ان انا عايز اعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع. طبعا انا هنا قدمت على الورك شوب الخاصة ان انت تبدأ مشروع خاص، لان انا في الوقت ده انا كنت موظف فول تايم يعني، فما كنتش مهتم قوي بالورك شوب بتاعه المسار الوظيفي. المهم جالي PDF فيه كل تفاصيل الورك شوب، والحقيقه لقيت ان اللي هطلع بيه من الورك شوب دي في النهايه بيدفع فيه فعلا فلوس كتير قوي لو انت هتعمل الكلام ده في مكان برايفت. ايه بقى يا معلم تفاصيل الورك شوب الجامده جدا دي هتكون ورك شوب لمده 10 اسابيع، ما بين كلاسز هتحضرها عادي ودي هتكون في جروب، وما بين كوتشنج سيشنز دي هتكون 1 تو 1. في بزنس ادفايزر هيقعد معاك يشتغل معاك على فكره المشروع بتاعتك، وطبعا دي حاجه بيدفع فيها كتير جدا. طيب السيشنز دي هتكون عباره عن ايه؟ اول حاجه هيفهمني البيزنس بشكل عام في كندا ماشي ازاي، حاجات بقى ليها علاقه بالقوانين وحاجات ليها علاقه بانواع الشركات وكل الكلام ده. الحاجه التانية والاهم والاخطر ان هو هيشتغل معايا على تطوير البيزنس بلان بتاعه الفكره بتاعتي. تالت حاجه هيمشي معايا خطوه بخطوه من اول الفكره وتطوير البيزنس بلان لحد ما ابتدي فعليا المشروع بتاعي. حاجه كمان هيشتغل معايا على تطوير المهارات الناعمه السوفت سكيلز. ده غير طبعا ان الورك شوب فيها كلاسز هي اوبشنال بس يعني فيها كلاسز لو انت عايز تطور اللغه بتاعتك او لو انت عايز تاخد كورسات ليها علاقه بالتعامل شويه مع الكمبيوتر، يعني اوبشن كويس برضو. طبعا انا قريت الكلام ده، انا خلاص انا اشتريت، انا عايز اسجل بقى في الورك شوب دي. ايه بقى الشروط بتاعتها؟ اهم شرط انك انت لازم يكون عندك فكره بيزنس قابله للتنفيذ والفكره دي يتوافق عليها. تاني حاجه انك انت لازم تكون مقيم دائم او لاجئ، وهنا اللجوء لازم تكون خلاص الابلكيشن بتاعك يعني اتحسم القرار فيه، مش لسه الابلكيشن بتاعك لسه شغال ولسه ما طلعلكش قرار فيه. حاجه كمان الانجليزي لازم يكون عندك ليفل معين من الانجليزي، على ما اتذكر كان ليفل CLB 6، يعني حاجه مش كبيره قوي يعني. وقال لك كمان انت ما ينفعش تكون مواطن كندي، يعني انت لو معاك الجنسيه الكنديه انت مش هتكون مؤهل للورك شوب دي، ولا تكون كمان شغال فول تايم. طبعا دي كانت المشكله بالنسبه لي لان انا كنت موظف فول تايم، فطبعا مش هتنطبق عليا الشروط. لكن تواصلت معاهم شرحت لهم وجهه نظري ان انا عندي افكار والورك شوب دي مهمه جدا بالنسبه لي، وساعتها انا هاخد اجازه من الشغل وهركز كل تركيزي في الورك شوب واشتغل على الفكره بتاعتي وهعمل كل اللي مطلوب مني. وهم تفهموا الموضوع ووافقوا والدنيا مشيت تمام مفيش حاجه.
طيب لحد دلوقتي الورك شوب جامدة جدا، التفاصيل تمام، الشروط تنطبق عليا، وانا جاهز دلوقتي على التقديم. اقدم بقى ازاي؟ اول حاجة مليت معاهم ابلكيشن عادي كده، يعني فيه تفاصيل شخصية، تفاصيل الاقامة الدايمة بتاعتك، عنوانك، تليفون، حاجات معلومات كلها معلومات شخصية، ما فيهاش اي حاجة معقدة. بعد كده عملت معاهم زوم ميتنج عشان يعني يتحققوا من شخصيتي، لان وقتها كان طبعا لسه في القيود بتاعت كورونا والجو ده، ما كانش فيه يعني تعامل ان بيرسون وكده، فعملنا الميتنج اونلاين. الخطوه الثالثه عملت زوم ميتنج مع واحد من البيزنس ادفايزرز، ودي بقى اهم خطوه، لان انت هنا بتعرض الافكار اللي عندك سواء فكره او اكتر، ويا اما يتوافق على واحده منهم يا اما ما يتوافقش عليهم. انا كان عندي فكرتين عرضتهم وبقيت قاعد مستني. تاني يوم جالي الايميل المنتظر: مبروك انت اتقبلت معانا في الورك شوب. بعد كده بعتوا لي عقد مضي، حاجات يعني منها زي اللي هو هتنتظم، هتشتغل على الفكره بتاعتك، هتديها وقت، الكلام ده كله يعني حاجه يعني روتينيه، يعني مش حاجه كبيره يعني. وهنا جت اللحظه الحاسمه. كل حاجه تمام، اتوافق عليا، الفكره تمام، مضيت العقد، كل حاجه، يلا لازم اروح اخد اجازه من الشركه عشان التزم بالورك شوب لما تيجي تبتدي في السنه الجديده. تواصلت مع الشركه وقلت لهم والله انا عايز اخد اجازه في الوقت الفلاني 10 اسابيع عشان هحضر ورك شوب. وللاسف جالي الرد اللي هو لا، صعب، ما ينفعش، احنا مضغوطين ومحتاجينك وبتاع والكلام ده كله. وهنا طبعا انا تفهمت يعني وجهة نظرهم الصراحة، لان انا في الفترة اللي هي قبل ما اتضغط في الشغل انا كنت قاعد 2.5 شهور في الشركة ما بعملش أي حاجة، وكنت بقبض مرتبي بالكامل. فمش منطقي إن هو أول لما نيجي ندخل في شغل وزنقة شغل إن أنا آخد أجازة. وأنا طبعا كان قدامي حلين: يا إما أعتذر عن الورك شوب، يا إما أقدم استقالتي من الشركة وأخسر شغلي وأمشي وراء الحاجة اللي أنا بحبها. للأسف في عالم مثالي كان نفسي أقول والله إن أنا عملت كده وكان هيبقى شكلها حلو في الفيديو وكل حاجة، لكن أنا متصرفتش كده. اضطريت إن أنا آخد الطريق الأأمن، أكمل في الوظيفة بتاعتي عادي، أعتذر عن الورك شوب دي، خصوصا عرفت إن هي بتتكرر كتير، يعني هي مش مرة واحدة وخلاص وخلصت، لأ دي بتتكرر كتير. أو إن أنا أبتدي بقى أتعلم مع نفسي، يعني أكمل في الوظيفة عادي وأبتدي أتعلم أنا بقى الحاجات دي كلها، ولو لقيت بعد كده فرصة مناسبة إن أنا أحضر الورك شوب دي أحضرها في ظروف أحسن من كده ما تأثرش عليا بشكل مباشر، خصوصا إن أنا ما كنتش عارف بعد الورك شوب دي ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم من ناحية الشغل، يعني من المشروع اللي انا كنت هبتدي فيه. فخدت الطريق الأأمن. اي نعم الموضوع خد معايا وقت طويل، حوالي 1.5 سنة لحد ما ابتدي اول مشروع ليا في كندا. وبالمناسبة مش هو فكرة المشروع اللي انا اصلا قدمت عليها، يعني كان فكرة تانية خالص واكتشفتها بشكل تاني يعني، بس ده مش موضوعنا في الفيديو ده. بس يعني عايز اقول لك ان ده كان قراري، ودي حاجة ما فيهاش صح وغلط. يعني في ناس ممكن تكون في مكاني تقول لك يا ابني انت ازاي تضيع فرصة زي دي كانت هتوفر عليك كتير قوي، وخد المخاطرة وما تخافش وبتاع. وفي ناس تانية تقول لك لا والله انا مش هسيب شغلي وكده، خليني ماشي في الامان. الطريق الامن ممكن يبقى اطول شوية، احسن من ان انا اخد الريسك ومعرفش بعد كده ايه اللي ممكن يحصل. انا كنت متبع مدرسة اللي هو انا الطريق الامن الصراحة. ممكن انت في ظروف تانية ما تخافش ان انت تاخد المغامرة، او ان انت مثلا لسه جاي جديد فانت ما عندكش حاجة لسه تخسرها قوي فتجرب. خلاصة الكلام بقى في الموضوع ده وخلاصة الفيديو ده من الاخر: اول ما تيجي على كندا اسأل على المنظمات الغير ربحية في المدينة اللي انت عايش فيها، خد ميعاد وروح واعرف الخدمات كلها اللي بيقدموها سواء ليك او لزوجتك لو انت متجوز ومخلف وعندك اطفال. اعرف الكورسات اللي هم بيقدموها، اعرض عليهم انت بتشتغل ايه، عايز تشتغل في ايه المميزات اللي انا ممكن اخدها ليا او لزوجتي، او لو زوجتي حامل مثلا وخلفنا هنا ايه المميزات اللي ممكن اخدها. ده في كلام كتير جدا في الموضوع ده، فاسأل برضو عن الموضوع ده مقدما. حاجات ليها علاقة بالكورسات، ايه الكورسات اللي ممكن اخدها، لان في كورسات انت ممكن تاخدها وتاخد عليها فلوس، او زوجتك تاخد، لو انت بتشتغل مثلا زوجتك ممكن تاخد كورسات، وفي الاغلب بتبقى كورسات لغة، يعني ممكن تاخد كورسات لغة وتاخد عليها فلوس. اعرف كل الحاجات دي، احضر لو في ايفنتات احضرها، ايفنتات توظيف، ايفنتات اللي هي بتبقى تعريف بالبلد والنظام والكلام ده. صدقني اوعى تستكبر على المعلومة، او اوعى تستكفي ان مثلا حد زي طلع قالك 10-15 معلومة في كام فيديو، وحد تاني طلع قالك 10-15 معلومة في فيديو تاني. الأكيد إن مش كل الناس هتغطي كل حاجة، في حاجات أنت لازم تروح وتسعى ليها وتكتشفها بنفسك بناء على ظروفك
ووضعك بشكل عام في البلد عامل ازاي. اما بقى لو انت مهتم بورك شوب زي دي وعايز تحضر حاجة زي كده عشان تبدأ مشروعك الخاص، بس انت لسه ما عندكش فكرة معينة او انت مش عارف تبتدي في ايه ولا تعمل ايه، انصحك انك انت تشوف الفيديو ده فيه شوية طرق كده، خلاصة حاجات اتعلمتها في السنتين اللي فاتوا، وان شاء الله يساعدوك ان انت توصل لانسب مشروع مناسب لظروفك. بس اشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام عليكم.